يا صباح النور والسرور والسعادة حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. يا رب يجعل يومكم كله خير وبركة وصحة ورزق وسعادة يا رب العالمين. النهاردة يا رب كده الفيديو يعجبكم. صحينا بقى من النوم ودخلت على المطبخ على طول، حضرت بقى فطار. الحاج النهاردة اجازة، واخد اجازة هو بقى من الشغل. فحضرت فطار، رحنا بعت ابني بقى جاب لنا فول وطعمية من المحل التركي اللي هنا. بيبيع فول وطعمية وبيبيع كمان سندوتشات، زي كريب يعني وكده. عنده كل حاجة بيبيعها هناك بخصوص السندوتشات يعني. عملت بيض وقطعت سلطة وكمان جبنة مزبدة، وحطيت كمان جبنة مزبدة عليها زيت زيتون. وفطرنا بقى. هناخد بعضنا النهاردة وهننزل، هروح اشتري شوية طلبات ادام هو قاعد، يبقى استغل الفرصة واروح اشتري شوية طلبات للبيت. فطرنا بقى الحمد لله وخدنا بعضنا ونزلنا. كان الجو جميل جدا جدا يا بنات، بجد ما كنتش عايزه في اليوم ده يعني، ما كنتش عايزه ان انا اروح، بس كنت سايبه بقى الولاد في البيت، وقلت بقى هروح اجيب بقى طلبات اللي ناقصه للبيت وارجع على طول يعني وكده. الطريق دوت ده بيودينا على المجد والكرامة، وكمان بيودينا كمان على طريق الشباب. والطريق التاني اللي رايح ده كده، ده اللي هو الأوسطي ده بنات، بيودي برضو على الحي عندنا 13 وال14، وبيوصل كمان للحي ال15 وال16 ومكمل يعني. بس كده واحنا كده يعني الناحية التانية اللي شايفينها دي برضو بتخص المجد والكرامة. كانت الشمس بقى شكلها تحفة جدا، فقلت لازم اخد المقطع ده واصور لكم الشمس كده وهي خلاص بقى مروحة. فالمنظر بتاعها كمان التصوير مش مبينها قوي، عاملة بقى الوان كتير حوالين بعضها كده ما شاء الله. شكلها كان تحفة جدا. المهم بقى ان انا قلت لا اخد لكم يعني اصور المقطع ده واوريكم كده واحنا ماشيين في الطريق. الجو بقى جميل، وكمان يعني الناس خلاص بقى الجو بقى صيف، والناس كمان بقت تنزل دلوقتي في بيوتها، قاعدين بقى في الجناين. كنت عايزة امشي من الطريق اللي هو الخلفي بتاع المجد والكرامة عشان اوريكم الجنينة اللي هي عند الشباب. الناس عاملة ازاي هناك. لو اقول لكم متهيألي كل العبور موجودة في الجنينة دي. ما شاء الله يعني، تحفة جدا، والقعدة هناك جميلة جدا. فبفكر برضه انا كمان اخد الولاد واروح اقضي يوم هناك كده. المهم بس احنا بقى ايه مشينا كده في المجد والكرامة الامامي. عايزه اقول لكم ان في خدمات كتير هناك يا بنات فاتحه، ومولات وكل حاجه هناك ممكن تحتاجيها، من كل حاجه تتخيليها في المولات هناك. من يعني فراخ، بقاله، عيش بتاع سمك، مشاوي، كل حاجه موجوده في المجد والكرم. كان هنا الحاج بقى عزمنا على عصير قصب، وشربنا عصير القصب وجبنا كل طلباتنا. وخلاص بقى قلنا بقى نروح في الطريق، وصلنا بقى الحي عندنا. وعايزه اقول لكم ان الناس بصوا، الخدمات بقت كتيره هنا يا بنات فاتحه. الناس بقت كتيره قوي هنا في الحي عندنا. يعني انا قلت اصور لكم كده الناس في الشوارع. حتى لو تلاحظوا كمان العماير يعني مليانه، مليانه ناس يعني وكده. الجو ما بقاش زي الاول هنا. الاول كانت العماير فاضيه وما كانش لسه حد جه سكن كتير. دلوقتي ما شاء الله الناس كترت جدا، والسنه دي كمان اكتر من السنه اللي فاتت. وكل مرة هتلاقي ناس اكتر بتيجي، يعني كل يوم والتاني ناس بتيجي بقى تفتح الشقق وكده وبتقعد، وفي ناس بتيجي تستقر وبتنقل ولادها. وفي ناس كمان يعني بتحط شوية حاجات في الشقة بتاعتها وبتروح وتيجي يعني وكده. المهم هنا بقى كنت خلاص بقى قربنا نوصل للبيت. واحنا عندنا برضو في اول الباركن كده في صيدلية فاتحة، وفي 2 بقالة فاتحين بيبيعوا كل حاجة تتخيلوها بتوع البقالة دول. وكمان فتح هنا كمان بتاع فراخ يعني قريب جدا من البيت. يعني انا بنزل اكتر الوقت بنزل هنا، يعني بجيب الطلبات اللي انا محتاجاها كده، وبعد كده بطلع على طول او ابعت ولادي مثلا يجيبوا لي كل اللي انا عايزاه. من اول الباركن كده بيبيعوا كل حاجه، حتى السوبر ماركت بيبيع كل حاجه. وحتى السوبر ماركت اللي هو التاني القديم بيبيع خضار، وبيبيع برضو كل حاجه، معبي الخضار كده في اطباق وبيبيعها. المهم هنا بقى كنت خلاص بقى رجعنا الحمد لله بالسلامه. وعايزه اقول لكم بقى ان انا ايه، اوريكم يعني الحاجات اللي انا جبتها وكده قبل ما نبدا بقى نعمل الاكل مع بعض. خلاص بقى الوقت كان اتاخر اصلا كمان، وما يعني مش هلحق ان انا اطبخ ولا كده يعني. وخلاص بقى احنا بصراحه زهقنا بقى من الطبيخ والخضار وبقت حيره كل يوم هناكل ايه ونشرب ايه.
المهم جبت خضار وجبت جزر، جبت خيار وجبت الجزر. عايزه اقول لكم ان انا لما بروح اشتري الحاجه انا بروح اعبي، يعني على قد ما حاسه ان انا لا دول كفايه كده. اوزنيهم زي ما يطلعوا بقى، مثلا نص كيلو، كيلو الا ربع كيلو، زي ما بيطلع الحاجه. زي ما بتقطع بقى 15 جنيه 20 جنيه، زي ما بتقطع. عايزه اقول لكم ان الفلفل هناك الاخضر ب30، والكوسه والله مش فاكره بكام. المهم ان انا جبت نص كيلو كوسه ده، والفلفل الالوان والفلفل الاخضر هناك ب30 جنيه. اغلى حاجه هناك في السوق لقيتها الليمون. الليمون ب50 جنيه بنات، واخضر ومش حلو قوي يعني. جبت بس ربع كيلو وبس، وجبت نص كيلو فلفل. انتوا عارفين بقى ان انا بحب الفلفل الالوان، ما بقدرش استغنى عنه خالص في التلاجة. بس كده. وجبت بقى كيس المايونيز ده من عند، جبته بقى وانا راجعه من حي المجد. في هناك عطارين برضو، في سوبر ماركت كتير، فعديت جبته من هناك. وجبت طماطم. الطماطم البلح دي تحفة جدا يا بنات. حمرا الطماطم بقت جميلة جدا في السوق. جبت البنجر ده، انا بحب اعمل السلطة بحب ابشر عليها البنجر كده يبقى فريش كده، او مسلوق عامة. بس انا بصراحة ما بحبوش مسلوق، انا بحبه فريش كده وابشره مع زي الجزر كده مع السلطة. وجبت كمان بطاطس. عايزه اقول لكم ان البطاطس الكبيره مش حلوه خالص خالص والله. البطاطس الكبيره يعني كذا مره اجيب بطاطس بالحجم الكبير، الاقي البطاطس من جوه مسوسه ومش حلوه، وبعد ما اقشرها خالص اروح ارميها على طول. المهم قلت بعد كده بقى خلاص انا هجيب بطاطس وسط، بتكون اضمن يعني. ففعلا جبت بقى 2 كيلو بطاطس دول. الكيلو كان ب15 جنيه البطاطس الوسط. وجبت كمان نص كيلو الصدور ده، خليت الراجل قطعهولي شرايح كده صوابع كده عشان اعمل بيها الشاورما. عايزه اقول لكم ان رحت جبت العيش السوري ده من عند سنتر الياسمين. اللي عارف سنتر الياسمين طبعا. آه رحت جبت منه. في ناس سوريين هناك بيبيعوا السندوتشات اللي هي السوري دي وكده، وبيبيعوا كمان العيش ده. كان الكيس دوت فيه 10 ترغفة. كنت جايباه قبل كده كان ب25 جنيه. المرة دي لما جبته ورحت جبته ب30 جنيه. قلت مش مشكلة، الفرق مش كتير، بس اهم حاجة انه موجود يعني. هنا خلاص بقى نبدأ بقى خلاص. لمينا كل الخضار اللي جبناه ورصيناه في التلاجة، وابدأ بقى نعمل الاكل مع بعض. جبت شوية بطاطس بقى من اللي انا جبتهم. عايزة اقول لكم فعلا البطاطس الصغيرة احسن بكتير من البطاطس الكبيرة. البطاطس الكبيرة مش حلوة خالص يا جماعة، محدش يجيبها بجد يعني. بس هقشر بقى البطاطس واقطعها كده ايه صوابع كده. اول حاجة هنعملها نقلي البطاطس عشان هي اللي بتغيب شوية في التحمير يعني في الزيت، فقلت ابدأ بيها الاول يعني. عايزة اقول لكم بخصوص موضوع الشقة اللي هي بتاعة الاسكان، على الحملة اللي كانت نازلة. عايزة اقول لكم ناس كتير جت فتحت الشقق بتاعتها وحطت حاجات، وبقت تروح وتيجي من ساعة الموضوع اللي حصل ده. يعني كل واحد عنده شقة اسكان يخلي باله، يجي ويروح يجي على الشقة كده يفتحها، لان برضو بيحصل سرقات، يعني بيحصل سرقة للناس بتطلع من المناور والبلكونات الصغيرة. يعني كذا حد في الكومنت كمان كتب لي ان في حصل في المربع عندهم سرقة وكده، وفي ناس بتدخل بتسرق موضوع السلوك ده. حتى انا كمان شفت فيديو على النت في برضو حرامي دخل الشقة مفتوحة اصلا، والله مش عارفة هو دخل من البلكونة. المهم ان انا شفت الفيديو كانت الشقة مفتوحة. ودخل كان بيشد السلوك، بيسلك السلوك من بره من عند العداد، وكمان من جوه من لوحة المفاتيح اللي هي جوه داخل الشقة دي. فنخلي بالنا، وربنا يا رب يسترها ان شاء الله. وتخلوا بالكم اللي ليه شقة يجي يفتح كده ويبص عليها، ويعني ما يسيبش الشقة مقفولة يعني، حتى لو مش هتقعدوا فيها. بس روحوا وتعالوا يعني، وشغلوا عداد الكهرباء وعداد المية زي ما قلت لكم قبل كده. قولوا لي رأيكم ايه في الجولة اللي عملتها لكم في الشقة. في الفيديو اللي فات عجبتكم، والنظام الجديد عجبكم، والحوافز والفرش الجديد عجبكم ولا لأ؟ اكتبوا لي بقى في الكومنت، واللي ما شافش الفيديو يروح يتفرج عليه في الفيديو اللي قبل ده على طول. هنا كنت قطعت بصل بقى جوانح، وحطيته على النار لغاية ما ياخد لون كده، انا عايزاه ياخد لون قبل ما احط يعني الفراخ وكده.
هنا بقى قلت قبل ما البصل بقى يتشوح معانا هبتدي بقى ان انا اقطع فلفل. مش هقطع بقى الفلفل مكعبات، انا عايزاه صوابع كده رفيعه شويه. وكمان جبت كام قرن كده فلفل حامي عشان انا بنحب الشاورما تبقى سبايسي كده. حتى عندي ولادي بيحبوا الحاجه تبقى سبايسي كده، المكرونه اي حاجه بيحبوا يحطوا عليها شطه. فقلت احط لهم بقى فلفل اخضر سبايسي عشان تبقى ايه مش هتشطه كده. هنا البصل بقى خد معانا بقى اللون اللي احنا عايزينه اللي هو المكرمل ده. هنزل بقى بشرايح الفراخ اللي انا جبتها دي، وانا كنت بقى غسلاها وسايباها يعني مصفياها وكده. هحطها بقى على نار عالية، اهم حاجة يا بنات على نار عالية عشان خاطر نقفل المسامات بتاعتها ما تنزلش اي سوائل، عشان احنا كمان عايزينها نحس ان هي ايه زي المشوية بتاعت بره. آه تبقى واخدة لون كده يعني. هنا كنت بوريكم بقى ان انا بصوا مقطعاها صوابع كده شرايح طويلة كده. عايزه اقول لكم مهما كان احنا بنعمل الحاجه آه انضف واحلى من الحاجه اللي بتاعت بره. دي طريقتي يعني انا في الشاورما بعملها كده في السندوتشات كده، بدل في بقى الناس اللي هي بتاعت المحلات دي بتقطع البصل ومش عارفه ايه والطماطم والحاجات دي تشوحها وبعد كده تحط عليها الشاورما، يعني صدور الفراخ او قطع الفراخ بعد ما بتحمرها يعني وكده. هنا بقى كنت خلصتها وسبت في الاخر حطيت الفلفل، لان انا الفلفل مش عايزه اسويه يعني عايزه بس ايه يدبل شويه كده. قلت بقى قبل ما تستوي هروح بقى اعمل احلى توميه، ممكن سهله وبسيطه جدا مش هتاخد معاكي اي وقت. جبت هنا كوبايتين ميه وعليهم 6 معالق هرميين نشا. هدوبهم الاول كده على البارد وبعد كده بقى اروح ارفعهم على النار لغايه ما المهلبيه دي او النشا ده يمسك معانا يبقى مهلبيه. آه يعني ايه آه ماسكه على النار كده مش تبقى سايله. زي ما هنشوفها دلوقتي مع بعض توصل للقوام اللي احنا عايزينه وهنشوفها بقى مع بعض. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي انا واخداها من الاستاذه نادية السيد. دي طريقتها في التوميه، كنت شايفاها قبل كده بالطريقه دي فقلت اجربها. بصراحه انا عملتها كذا مره اللي هي بالزبادي ومع المايونيز، بس المره دي انا بقى ما حطيت لها الزبادي خالص. هتشوفوها بقى هنا. سبتها بقى تبرد، والله رحت حطيتها قدام المروحه عشان تبرد عشان احنا خلاص بقى الولاد كانوا جعانين وانا اصلا كنا اتاخرنا كمان فعايزه اخلص لهم بسرعه الاكل. هنا بقى في الخطوة دي هنزل بقى بالخليط اللي انا عملته ده اللي هو بتاع النشا. المرحلة دي بقى في الكبة في الخلاط بالهاند بلندر اي حاجة. نزلت هنا بفصين 3 توم مفرومين وربع كوباية من الحليب وحوالي ربع كوباية برضو من الزيت، وحطيت الملح. وهحط بقى كيس الكاتشب كيس المايونيز اللي انا جايباه صغير ده الحجم الصغير بتاع المايونيز يا بنات. هضيفه بقى هحطه كله في مع الخليط اللي انا عملته ده. هنا بقى هضربهم كويس جدا في الكبة لغاية ما ادونا القوام اللي احنا عايزينه. ولو طلع معاكي خفيف زودي شوية زيت وهيتقل معاكي كل ما عايزاه يبقى اتقل. بس ده القوام المظبوط للتومية. ليه بقى؟ لان التومية عارفين هي طبعا عاملة زي المهلبية كده، فكل ما بتقعد كل ما بتمسك يعني كل ما يعني تسيبيها شوية تلاقيها مسكت زي المهلبية كده بالظبط. لما بنيجي نحطها في التلاجة انا قسمتها بقى على 3. يعني بولة من دي هعمل بيها السندوتشات، وبولة خليتها سبايسي بالشطة كده، وبولة سبتها سادة خالص من غير اي اضافات يعني. هنا بقى جهزنا خلاص التومية وكانت الشاورما خلاص على النار استوت يعني، وكل حاجة جاهزة معانا. هنطبق بقى ونعمل بقى السندوتشات مع بعض. هنا بقى هاخد بقى معلقة من التومية وكمان معلقتين بقى من الشاورما اللي احنا عملناها دي. وهضيف بقى شويه بطاطس وهقفل بقى السندوتش كده زي ما احنا شايفين كده مع بعض. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد معاكم اي وقت خالص في يعني ولا اي مجهود. اكتبوا لي بقى في الكومنت مين بيعمل الشاورما زي كده وبنفس الطريقه دي ولا لا، ولا بتضيفوا عليها اضافات. انا بصراحه ما بضيفش حاجه يعني، لو عندي بصراحه متاح جبنه وكلام من ده بحط، ما عنديش يعني خلاص بستكفى بده يعني. وساعات كمان بعملها يعني احط زيتون احط ميكس جبنه، بس انا بصراحه في الوقت الحالي ما عنديش فاستكفيت بالمكونات دي. والله وطلعت تحفه جدا جدا يا بنات وطعمها رهيب بجد.
جربوها بالطريقة دي هتعجبكم، واكتبوا لي في الكومنت بتعملوها بالطريقة ازاي وانا اجربها معاكم. هنا بقى كنت خلاص جبت الصينيه وحطيت بقى شويه زيت، وهبتدي بقى احط السندوتشات بتاعتنا واسيبها لحد ما تاخد ايه بقى التحميره دي، واطلعكم بقى الصوص ده. هنا بقى الحمد لله خلصت كميه السندوتشات. بصوا ما شاء الله، من نص كيلو صدور الفراخ عملت كميه السندوتشات دي والله، وطلعت طعمها تحفه والطعميه رهيبه جدا. وده كان غدانا النهاردة، اللهم دمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال يا رب العالمين. واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد مع شيماء يزيد والعبور الجديدة، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.